حبايبات اشطر كتكوت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه بقى صلوا بينا على النبي وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في الارض الخضراء. ثانيا بقى كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بقى الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، وينعاد علينا وعليكم الايام بخير ان شاء الله باذن الله، يرزقنا نحن واياكم زياره بيتي الحرام عاجل غير اجل ان شاء الله. امين يا رب العالمين. قولوا لنا بقى انتوا صايمين انتوا كمان ولا لا؟ تعالوا بقى في السريع كده نعمل التتبيله بتاعت السردين اللي معانا ده سردين كبير، انا هقليه مش هعمله في صينيه لان بحب اللي في الصينيه يكون الصغير ده. معايا بقى حته الدقه ديت اللي هي ايه، شطوا عليها توم، هنحط كده منها حته حلوه بس عشان هي حاميه فمش عايزه نكتر عشان الصايمين. ونديها بقى عصره ليمون، اهم حاجه السمك والسردين واي حاجه من الحاجات الزفره دي بتحب الليمون جدا. وللنكهه بقى شويه كمون وشويه كزبره نافشه. الله الله، ايه العظمه والريحه الجميله اللي طالعه دي. بايدي بقى نمسكهم بقى نقلب كله كده في بعضه. بصوا شفتوا الشكل ده، بصوا الجمال والحلاوه يا ولاد، ايه الحلاوه دي. حط لك بقى يا اختي انتوا اهي، هنركنه بقى على جنب في التلاجة ونعمل الرز. يلا بينا. هنعمل الرز المسلوقه بطريقه كرياتيف شويه. هنحط كده الحله بتاعتي على البوتاجاز وشغلها يا مدير بسم الله. وهجيب حته سمنه كده، اخر سمنه في العلبه، هجيب حته كده احطها وشويه زيت ونقلبهم كده ونسيبهم لما يسخنوا جامد. نجهز الميه بتاعتنا. ولاضافه المعلومات ده، الليمون دلوقتي تسيبيه بره التلاجة مش هيبوظ، علقيه كده زي ما انا معلقاه. بعد بقى ما السمنه والزيت غالوا جامد كده وجتحوا، هننزل بالميه ونقول بسم الله. حطينا كده المعيار بتاع الميه وهننزل عليهم بشويه ملح كده بتوع الرز ونغطيهم كده ونسيبهم ياخدوا غلوه ونعمل لهم لايك. تعالوا كده نشوف الميه كده بعد ما غلت. الله كده الميه غلت زي ما احنا عايزين. هننزل بقى بالرز واحده واحده ونقول بسم الله. ناخدهم بقى واحده كده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله ادي مش هنديله على عينيه عشان ده رز حرام. ونقلبه كده ونسيبه بقى لحد ما يستوي ونحط له الغطا بقى ونقول له الله معك. تعالوا بقى نعمل كده شويه هو اسمه ايه؟ بأمانة يا ستي اسمه. تعالوا بقى نعمل شويه فلفل بطماطم. في ناس بقى بتقول عليها مسقعه، كل واحد بيقول عليها باسم مختلف. عليها شويه فلفل بطماطم تحبيشه كده جنب الاكل وشويه زيت تومين. ما تكتريش زيت عشان انت كده هتقلي وتحطي طماطم كله في نفس الطاسه، مش هتطلعي وتحطي تاني. قطعت بقى انا الفلفل صغير كده بالشكل ده. بعد ما الزيت سخن نقول بسم الله وننزل في الزيت نحمروه بقى 3/4 تحميره مش على الاخر يعني. وبعد ما حمرته بقى بالشكل ده مش عايزاه مستوي على الاخر، هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاه صغير بسم الله. حته ده برده حته شطه على حته ايه تومه، ما هي بتحط له توم بس انا بحب احط له ده وسنه كمون كده صغيره وسنه كزبره نافشه. وهوبا ده بالكيك شقلباظ وشقلاتي كده كله في قلب بعضه. وبس هو كده استوى، ما سووش بقى على الاخر بيبقى طعمه لذيذ. طبعا زي ما احنا عارفين اي اكل ما تحلاش غير بشويه بطاطس محميه. عندي شويه زيت في الطاسه كده نولع عليهم النار ونقول بسم الله. وكده الزيت قدح ننزل بقى بالبطاطس ونقول بسم الله. نديهم بقى تقليبه كده بسيطه ونسيبهم بقى لحد ما يتحمروا من تحت. يلا بقى نعملوا غلاف اللي على نحو السردين. معايا اول حاجه الدقيق بسم الله، وعليهم معلقتين نشا عشان يخليه كده ناشف من بره، ومعلقه كركم عشان اللون. نمسك بقى ونقلب ده كله كده في قلب بعضيه، ايوه بالشكل ده. نمسك السردين واحده واحده كده ونغلفه في قلب التتبيله اللي احنا عملناها وتنفضيها كده على حرفها بالشكل ده. وتعالي على الزيت بسم الله واحده واحده وانزلي. هنمسكه كده نغلفه كده اهو، هيبهدلك الدنيا دقيقه على فكره فخدي بالك. بالشكل ده ده تنفيضه بسيطه وانزلي بقى في قلب الزيت. ده شكله بقى بعد ما قليته. بصوا ما شاء الله لوحه فنيه يا ولاد، اعظم فنانين العالم ما يعرفوش يرسموها. هجيب بقى ليمونه كده، اهم حاجه الليمونه على الوش. الله وهو سخن كده اعصريها بالشكل ده. وده شكل الاكل بعد ما اتعمل يا اولاد، ما بيفكركمش بروايح رمضان الجميل؟ ولو عجبكم الاكل بقى ما تنسوش لايك وكومنت وشير وتتمنى لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.